كل الأنظار بتتجه لمواجهة نارية في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، أسود الأطلس ضد الساموراي الياباني. مباراة ممكن جدا تحدد مسار الفريقين في البطولة كلها. خلونا نشوف تفاصيل اللقاء المنتظر ده. على أرض قطر عندنا مدرستين مختلفتين تماماً في الكورة. من ناحية المنتخب المغربي بمهاراته الفردية العالية ودفاعه المنظم، ومن ناحية تانية المنتخب الياباني وسرعته ولعبه الجماعي الدقيق. المواجهة دي في دور المجموعات هتكون اختبار حقيقي لتكتيكات كل مدرب. سجلوا التاريخ ده كويس، يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 ده اليوم اللي هيحدد شكل مشوار الفريقين في البطولة من البداية. الفوز هنا يعني حرفياً وضع قدم في الدور اللي بعده. طيب إمتى نقدر نتفرج؟ الماتش هيكون الساعة 2:30 الظهر بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية. كل ده هيحصل في ملعب أكاديمية أسباير، يعني الأجواء مضمونة. بس لحظة، أهمية الماتش ده مش بس عشان المغرب واليابان، الأهمية الأكبر جاية من المجموعة اللي هم فيها، مجموعة شرسة جداً. تعالوا نلقي نظرة سريعة على باقي المنافسين. المجموعة فيها المغرب واليابان والبرتغال وكاليدونيا الجديدة، يعني بنتكلم عن قوة أوروبية زي البرتغال اللي دايماً بتكون مرعبة في فئات الشباب، ومعاهم منتخب كاليدونيا الجديدة اللي ممكن يكون الحصان الأسود. دي فعلاً مجموعة الموت، كل نقطة فيها هتكون بوزن الذهب. تمام، السؤال المهم دلوقتي، إزاي هنقدر نتابع كل الإثارة دي بالشكل مباشر؟ دي تفاصيل البث. زي ما كلنا متوقعين، شبكة قنوات بي إن سبورتس هي اللي هتكون الناقل الحصري للمباراة في المنطقة، وده طبعاً يضمن لنا تغطية وتحليل على أعلى مستوى، فاستعدوا عشان نتابع كل لحظة من الصدام ده. مع وجود قوة إفريقية وأسيوية وقوة أوروبية ومنافس من أوقيانوسيانا، السؤال الأهم بيفضل: مين اللي عنده العزيمة والموهبة الكافية عشان يعدي من المجموعة المعقدة دي؟ كل شي ممكن في عالم الكورة، فشاركونا توقعاتكم.